بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. السيد رئيس الاتحاد، رئيس المجلس الوطني للاتحاد السيد صقر غباش، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيد الأمين العام للجامعة العربية، السيد الأمين العام للاتحاد، بداية تحية إجلال وإكبار لأولئك الأبطال الذين يواجهون جحيم الموت وهمجية القوة بكل شجاعة. ونشكر بعد ذلك اهتمام فخامة دولة الأخ رئيس الاتحاد على هذه الدعوة الكريمة في هذا الظرف العصيب لهذا الاجتماع الذي أعتقد أنه سيكون في مستوى الطموحات والآمال، وهو يعلم ونحن جميعا نعلم أننا نجتمع في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية لبحث الأولويات القصوى في الكيفية التي يتوجب فيها التصدي للعربدة الإسرائيلية في جرائمها المتصاعدة ضد الشعب العربي الفلسطيني المسلم والمسيحي على السواء، وممارسته جرائم القتل والتنكيل بأبشع صورها بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص، وما تمارسه هذه الأيام من جرائم يندأ لها الجبين في القدس وغزة على مرأى ومسمع من العالم، وما ينتج عن تلك الاعتداءات الغاشمة من قتل وتدمير ممنهج مستهتر بالقيم والمبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، وما يعانيه أشقاؤنا الفلسطينيين بالقدس والضفة والقطاع، وما تنتجه تلك الآلات من آلات الدمار الإسرائيلية والإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، وهي تلك قوة الاحتلال ضد شعب أعزل حرم من أبسط الحقوق، وعجزت المواثيق والاتفاقات الدولية عن حمايته، وهو أمر لم يسبق له مثيل، فضلا عن أن مساعيها الدائبة والمتواصلة من أجل تهويد المقدسات الدينية في القدس الشريف والاعتداءات على المصلين في باحة المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، ومخططات الاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين لا سيما في حي الشيخ جراح، وهي محاولة قديمة غير جديدة ضمن مخطط نفذ معظمه لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها وتغيير الوضع القانوني والتاريخ القائم. يعلم الجميع أيها الإخوة الأكارم في هذا اللقاء وفي العالم كله خطورة ما يفكر به الاحتلال الصهيوني، ألا وهو طمس هوية أولى القبلتين وثالث الحرمين، ونزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من مدينة القدس، وفرض طابعا مستحدثا جديدا ألا وهو الطابع اليهودي. السيد الرئيس، الإخوة الزملاء، إن الكيان الصهيوني يعمل على استكمال مخططه الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، حيث يعمل على تحقيق ذلك من خلال تجريف السكان الأصليين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتغيير أسماء الأماكن العربية والتاريخية بمسميات عبرية لا أساس تاريخيا لها ولا سندا من القانون أو تاريخا يعضدها. ولقد غر الكيان الصهيوني وزاد من صلفه واطمئنانه إلى الحالة الاستثنائية التي تمر به أمتنا العربية والإسلامية، وانشغال معظم دولنا وأقطارنا بمشاكلها الداخلية ومواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضدها، فضلا عن تواطؤ المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة مع هذا الكيان المغتصب، وإقدامها كدولة عظمى في العالم على الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لدولة الاحتلال، وهي خطوة افتقرت فيها الولايات المتحدة إلى العدالة والمنطق وسيادة القانون الدولي، بل لقد رمت بكل ذلك عرض الحائط في أثناء ولاية الرئيس دونالد ترامب من خلال قراره غير المسؤول والذي احتطبه في ليل مظلم غير عابئ بعواقبه وتبعاته. وللأسف أيها السادة،
لقد مضى قرار الولايات المتحدة دون ما اعتراض عربي أو إسلامي ودولي يشق الأسماع، دون موقف صارم وحاسم إزاء ذلك، وهو الأمر الذي أنتج ما أعقبه من غطرسة وانتفاخ صهيوني صلف، على أن الأحداث الأخيرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ليست إلا جزءا من مخطط كبير، إذ عبر الكيان الصهيوني على غفلة من الزمن العربي الإسلامي، يقضم الأرض ويفترس أهلها وهم أصحاب الحق بفم شره وأنياب مسمومة، حيث أقدم على مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى الفلسطينية ليقيم عليها مستوطنات، ثم تطويق التجمعات السكانية الفلسطينية والحد من توسعها، وتهديد بعض التجمعات السكانية بالإزالة وإبقاء فلسطيني القدس وضواحيه العزل في حالة خوف ورعب دائمين من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين المدججين بالسلاح والمحمين من جنود الاحتلال، علاوة على عزل مدينة القدس وضواحيها من محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب، ثم فصل شمال الضفة عن جنوبها والتحكم في حركة الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين السكان وتشويه النمط العمراني الرائع في القدس العتيقة والقرى الفلسطينية المحيطة، والعمل المتواصل من أجل تهجير سكان القدس من المدينة واقتلاع أشجارها بما فيها شجرة الزيتون. السيد الرئيس، السادة الزملاء، وبناء عليه فإن المؤمل في اجتماعنا هذا، وقد قضي على شجرة الزيتون ورمزيتها في فلسطين، أن نضع نصب أعيننا الروافع السياسية والقانونية والمؤسساتية التي تسلق ويتسلق عليها الكيان الصهيوني في سبيل تنفيذ مخططاتها والخروج بقرارات وتوصيات ورؤى تكفل تفكيك تلك المخططات. ولكي لا يكون هذا الاجتماع من باب إسقاط الواجب فقط، أستسمحكم أن أضع بعض المقترحات. أولا، ممارسة الضغط الدبلوماسي لإقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، واتخاذ موقف برلماني عربي إسلامي على المستوى الوطني والإقليمي لإقناع الولايات المتحدة للعدول عن القرار. ثانيا، أهمية عقد قمة طارئة يتوجه الاتحاد البرلماني العربي بالرجاء لرؤساء الدول العربية بسرعة عقدها افتراضية لاتخاذ قرارات حاسمة ورادعة لكبح جماح الصلف الإسرائيلي وممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وكذلك قمة إسلامية، والعمل من خلال البرلمان الإسلامي أيضا لاتخاذ مواقف إسلامية موحدة لإنقاذ المقدسات الإسلامية قبل أن يحقق الصهاينة أهدافهم، ونتحول إلى متباكين وليس إلى أصحاب فعل وقرار وحماة حقوق وديار. ثالثا، تستدعي الضرورة بقاء الاتحاد في حالة انعقاد دائم، وأن تكلف بصفة مؤقتة هيئة من الأخ رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس البرلمان الفلسطيني ورئيس البرلمان المصري ورئيس البرلمان الأردني ورئيس البرلمان اللبناني لمتابعة الأحداث وتداعياتها وإحاطة التجمعات البرلمانية الإقليمية في جميع أنحاء العالم، والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية المختلفة بحجم الممارسات الإسرائيلية وخطورتها وإحاطتهم بكل جديد أولا بأول، وإحاطتنا جميعا نحن أيضا البرلمانات العربية، وطلب موقفا إنسانيا وحقوقيا لنصرة المقدسيين والفلسطينيين. رابعا، دعوة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها لتنفيذ القرارات الدولية وكذا الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق ذات الصلة والعلاقات بالتطورات القائمة بالقدس والأراضي الفلسطينية. خامسا، تقديم الدعم الكامل لاستمرار المقاومة الشعبية وممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وجبر أضرارها. من التدابير الممكن اتخاذها أن تقوم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنشاء سجل للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والأضرار التي يتكبدها الفلسطينيين
الفلسطينيون بسبب سياسة التهويد الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. سادسا، إنشاء هيئة تمويلية لتلبية احتياجات إخواننا في القدس للتغلب على نقص التمويل الذي يمثل أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. ويمكن أن تطلع على الهيئة التمويلية بوظائف عديدة مثل تقديم التسهيلات الائتمانية والمساعدات في تمويل وتطوير قطاع الإسكان وتوفير الحوافز لتشجيع الاستثمار والمساعدات في إنعاش القطاع التجاري. سابعا، صياغة استراتيجية إعلامية منسقة بين دولنا ومنظمة التعاون الإسلامي لإعلاء صوت الفلسطينيين، إعلاء الأصوات الفلسطينية، تحديا للآلات الإعلامية الإسرائيلية التي تحاول تشويه قدسية القدس أو تعرض القدس من مجرد تاريخه. والتزاما وتأكيدا بمواقفنا الثابتة والمبدئية وبتأكيدات فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، نؤكد أننا مع الشعب الفلسطيني ومع قيام دولته وعاصمتها القدس، ونرفض وندين كل الإجراءات والتصرفات الإسرائيلية. إن القدس هي أرضنا وهي ضميرنا وهي أرض كل العرب والمسلمين، وهي مسؤولية وأمانة أودعها الله عندنا، وسنسأل يوم الحساب حفظنا أم ضيعنا. فمن واجب كل عربي مسلم أن يدافع عن القدس وعن المسجد الأقصى وحرمته ومكانته التي حفظها الله على مر العصور والأزمان وعلى مر العصور وقدره المحتوم. فعلينا أن نكون من الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن القدس حتى لا نخجل عندما يتحقق نصر الله للمدافعين عن القدس وعن المسجد الأقصى. وفقنا الله جميعا وسدد على طريق الخير خطانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.